السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد النهار جيت نبارطاجي معكم واحد الوصفه جد رائعه واللي كيدوقها كتعجبو، اللي هي كيك ديال الفخيز، ولكن ماشي كيك عادي حيت كنديرو في وسط منو لا كريم باتيسير. دونك فاش كتاكلوه كيجي بحال كيك تشيز كيك. دونك نخليكم مع المقادير. اول حاجه غادي نبداو نصوبوها هي لا كريم باتيسير، حيت خصها تبرد واحد الساعه د المكانه في الثلاجه. غادي نحتاجو 3 ديال المعالق كبار ديال المايزينا يكونوا عامرين مزيان، 4 ديال المعالق ديال السكر ديال سنيده، غنحتاجو بيضه وساشي ديال الفاني. يمكن لكم ديروا الفاني اللي بغيتو، وحك ديال دانون ديال الفاني هو اللي غنعبروا به الحليب. دونك يعني الحليب عندنا 2 كيسان ديال دانون، وعندنا معلقه الزبده. ناخذ كاسرونه غادي نخلطوا فيها دانون مع السنيده، غادي نزيدوا عليهم المايزينا، وغادي نزيدوا عليهم 2 كيسان ديال دانون ديال الحليب، وغادي نزيدو الساشي ديال الفاني ديالنا والبيضه حتى هي، وغادي نخلطو كلشي مزيان قبل ما نديروهم فوق العافيه. ومن موراها غادي نديروهم فوق العافيه، وغادي على نار مهيله غنخلطوهم مزيان حتى غادي يعقدوا. من موراها غادي نزيدو المعلقه ديال الزبده، وغادي نخلطو كلشي مزيان حتى تذوب ديك الزبده. وابخي غادي نغطيهم بفيلم اليمونتير، وغادي ندخلوهم للثلاجه يبردوا. الا كنا مزروبين نقدروا ندخلوهم للكونجيلاتور على ما تبرد وتولي واقفه. وملي غنشوفوا لا كريم قربت تبرد غادي نبداو نصاوبوا الكيك. بالنسبه للمقادير ديال الكيك غنحتاجوا كاس ديال السكر ديما العبار بالكاس ديال دانون، غنحتاجوا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق حتى هما عبرناهم بالكاس ديال دانون، كاس ديال الزيت، غادي نحتاجوا خماره ديال الكاطو ديال الزا حمراء، ساشي ديال الفاني، 3 ديال البيضات. وبالنسبه للفريز انا هنا درت واحد 8 ديال الحبات قطعتهم طريفات صغيورين، وكاس ديال دانون ديال الفريز. بما انها كيكه ديال الفريز قلت ندير دانون ديال الفريز حتى هو غيجي مزيون. غادي ناخدو البيضات غادي نديروهم في ان بول، غادي نزيدو عليهم سنيده، الساشي ديال الفاني، وغنديرو قبصه ديال الملحه كتحيد السفوريه، وغادي نطربو كلشي بالباطور حتى تولي لا تيكستور ديالو بيضه. غادي تولي البيض غيكون غيولي موسو، وغادي يولي اللون ديالو ابيض. ديك الساعات غادي نزيدو الكاس ديال الزيت، وغادي نزيدو دانون ديال الفريز، ومن موراها غادي نعاودو نطربوه عاوتاني غير شي شويه، غير على ما يتخلط لنا داك الخليط يتجانس. وابخي غادي نزيدو الساشي ديال الخماره ديالنا، وغادي نزيدو 3 كيسان ديال الدقيق. وفي الاول غادي نخلطوا الطحين غير بيدينا باش الطحين ما يطيرش علينا، وابخي عاد غنخدموا الباطور. وغادي تشوفوا التكستور كيفاش خصها تكون، ما خصها تكون جاريه، ما خصها تكون ثقيله، خصها تكون بين وبين كما كتشوفوا معايا في لا فيديو. ومن موراها غادي نزيدوا الفخيز ديالنا، وغادي نخلطوا كلشي، غادي نخلطوا فريمون العجينه مزيان باش الفخيز يتأوموجينا مع لاباط. وفي الاخير غادي نضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال الخل، حيت الخل كيرد لنا الكيكه هشيشه. وغادي نعاودو نخلطو مزيان، ومن موراها غنديروها في واحد المول. انا هنا درتها في واحد المول على شكل ديال قلب، ولكن كنفضل ديروها في المول اللي هو مدور. ولا كريم باتيسير ديالنا من بردات درناها في ساشي كما كتشوفوا، درتها غير في خنشه ميكا. وغادي نديروها من فوق الكيك غير من الفوق، حيت ابخي فاش كتبدا كطيب كتهبط للوسط. غنديروها من فوق الكيك على شكل دائري ولا كما بغيتو، خطوط ولا كيف ما بغيتو. وابخي غادي نديكوريوها بالفريز، غنقطعو طريفات ديال الفريز وغادي نحطوهم فوق الكيك. وبالنسبه للفران غادي نكونوا سخنا على درجه 175 درجه، غنشعلوه من الفوق والتحت، وغادي نديرو الكيك ديالنا في الوسط ديال الفران. غادي نخليوه يطيب لمده 45 دقيقه حتى ل 50 دقيقه، وغيبقى شاعل من الفوق والتحت. وباش نعرفوا الكيك ديالنا طابي اون فوا غندخلو فيه الموس وغادي يخرج ناشف. فوالا كما كتشوفوا معنا هذه هي النتيجه ديال الكيك. نتمنى تجربوها، بويسكو هذه هي الوقيته ديال الفريز. كونوا اكيد الوصفه غتعجبكم وغتعجب وليداتكم، وما تنساوش من تجربوها تخليو لي ان كومونتير. وبالصحه والراحه.